قال عبد الله بن المبارك: حججت حجة فنمت فرأيت فيما يرى النائم أن مناديا يقول إن الله غفر لكل أهل الموسم بسبب موفق الإسكافي. الإسكافي يعني الجزماتي، أعزكم الله. قال ابن المبارك: فقمت فسألت عنه، رجل معروف لدينا بالصلاح، فقلت: أحج موفق؟ قال: انتهيت من نسكي نزلت إليه حتى أتيت إلى داره، فقلت: ما صنعت يا موفق؟ فقال له الرجل: وما ذاك؟ قال: الأمر أني نمت بالحج فرأيت كذا وكذا. هل حججت العام؟ قال: لا. تأملوا أيها الإخوة. ورجل في أقاصي الأرض يغفر الله عز وجل لقوم في أقاصي الأرض بسبب رجل هو بعيد عنهم. لكن المشاعر تنتقل، والله شكور يقدر حسنتك. فقال ابن المبارك: يا موفق، لقد رأيت في الرؤيا كذا وكذا، ما حديثك؟ فامتلأت عين الرجل من دمع، وقال: أما كان من حديثي فإني أجمع المال لأحج العام، فعدت إلى منزلي من عملي مساء فوجدت امرأتي على الباب وهي حبلى تقول: أشتم رائحة الشواء من بيت جارتنا، فهلا جعلت لي منها قطعة؟ امرأة بتتوحم، فقالت: أجد شواء وليس هناك وقت لنشتري الآن، فاستلف من الجار قطعة من الذي يشؤونه. قال: فانطلقت لجارتي وطرقت الباب عليها وقلت: إن بزوجي كذا وكذا، فهلا أعطيتمونا مما تشؤون شيئا؟ قال: فقالت المرأة: إنه لا يحل إلا لنا ولا يحل لك يا موفق. قلت: ولما؟ قالت: لأنها ميتة، فإنه قد حلت لنا الميتة أنا وعيالي منذ كذا وكذا، لا أجد طعاما ولا نفقة لي ولا لعيالي اليتامى، وقد وجدت شاة قد وقعت لتوها ميتة لجيراننا، فخرجت إليها لتوي وأخذت منها قطعة، يعني قبل أن تتغير، ثم أنا أعدها لأولادي. اسمعوا أيها الإخوة، في هذه الرواية يقول: فرجع موفق يلطم وجهه، رجع يلطم ويبكي ويقول: هذا حال جارتي وأنا في سعة ومنعة، هذا حال جارتي. قال: فأخذت مال الحج كله فأعطيته لجارتنا وقلت: أنفقي على نفسك وعيالك. فقبل الله حج الموسم لأجل رجل ليس فيهم.